أكيد سمعت عن نظام البكالوريا الجديد، بس السؤال الحقيقي هو النظام ده هيخلي المذاكرة أسهل ولا هيبقى ضغط أكتر؟ تعال أقولك النظام الجديد ماشي إزاي، بس بشكل بسيط جدا. في أولى ثانوي الدنيا لسه عامة شوية، بتاخد مواد أساسية عشان تأسس نفسك كويس. لكن من تانية وتالتة هنا بقى التخصص يبدأ فعلا. هيبقى عندك مواد أساسية ثابتة ومعاها مواد على حسب المسار اللي هتختاره. يعني كل واحد هيركز أكتر في الحاجة اللي مناسبة ليه. وأهم نقطة في النظام كله إن المجموع مش هيبقى على سنة واحدة بس، الدرجات هتتجمع من تانية وتالتة، وده معناه إن الضغط هيقل شوية. وكمان عندك فرصة تدخل الامتحان أكتر من مرة لو حبيت تحسن درجتك. يعني فكرة مستقبلك كله في امتحان واحد بدأت تقل جدا. وطبعا لسه في تفاصيل كتير جدا زي المسارات ونظام التنسيق والفرق الحقيقي بينه وبين الثانوية العامة. كل ده هنتكلم عنه في الفيديو الجاي، فاستناني.